عاجبك حالك كده؟ او لولا البامبو اللي انت بتضربه ما كانش زمانك قاعد على كرسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخيرين، يا رب تكونوا مسعودين. انا مبسوط اول مره اخرج بلبس شتوي من اول اليوم ما احسش ان انا حران. في ناس بتقول بحر، بس انا بقول انا بتحر، ما بقولش بحر دي خالص. ما اعرفش بتقول بحر ليه يعني. شايف البامبو بيعمل ايه؟ اتسالت كتير سؤال، انت ليه يا احمد يا ابراهيم لحد دلوقتي ما مثلتش؟ ليه ما شفناكش طالع في فيلم ولا في مسلسل ولا كده؟ هرد ردين، انت اختار اللي انت عايزه فيه. اول واحد، علشان انا كل الفرص اللي جات لي وانا في الجيش كلها، سواء كان اعلانات او افلام او مسلسل او اي مشهد جالي وانا في الجيش. طبعا مش هعرف اللي جالي بعد فتره الجيش. جالي ابلكيشن، المفروض ان الابلكيشن ده عباره عن يا نصيب، وبيلم منك فلوس ومش المهم يا نصيب، بس هو محورينها بطريقه كده، فانا ما كنتش اعرف ديتيلز كتير عن الاعلان، ما اعرفش تفاصيله ايه ومحدش قال لي. فجيت قبل الاعلان بيوم، الفضول خدني، هو انا من الفرحه يعني ما كنتش يعني وافقت من غير ما اعرف تفاصيل كتير. فجيت قبلها بيوم حبيت اتاكد شويه، فسالت وبعتوا لي ديتيلز بقى، فرحت قايل لهم يا جماعه ده ازاي ده يا نصيب وحرام وبتاع. فقالوا لي خلاص كلم المخرج، فكلمت الراجل المخرج قال لي لا مش حرام، رحت جايب له الايه اللي بتقول انها حرام. راح بص لي كده وقال لي عاجبك كده البامبو اللي انت بتشربه ده؟ راح بص لي وقال لي طب انت ليه جاي تقول الكلام ده قبلها بيوم؟ قلت له طب انتوا ما عرفتونيش. قال لي انت كده ضربت لي اللوكيشن. هو فعلا هو لسه هيروح بقى يدور على حد ومش عارف ايه، فعلا حاجه رخمه، بس انا ما حدش قال لي. فطبعا اتضايقوا مني، وبدا بقى ده يقول لكل الناس لا ده احمد ابراهيم بيعمل ايه، بيتفق وما يجيش ومش عارف ايه وكده. وساعد في نشر هذه المعلومه الكاذبه بعضا من اصدقائي. تخيل، الذين كانوا اصدقائي. احمد ابراهيم بيضرب اللوكيشنز بتاعت التصوير، فما حدش يكلمه عشان هو مش ملتزم. الحاجه التانيه بقى، لما بيجيلي حاجه يكون فيها مثلا حاجه حرام يعني مشاهد ما انا مش عايزها. انا اصلا بطلت انزل معظم الافراح وفيديوهات الافراح، علشان خاطر البنات بتبقى ورا مش محجبين او لابسين، ده بيبقوا في قمه تألقهم يعني، بيبقوا لابسين اللي هم عايزينه. وبيجي العيال بقى تكتب في الكومنتات حد يديني اكونت البنت لابسه ازرق، حد يديني ام فستان ورا على الشمال، البنت دي حلوه قوي. انا ما بحبش اشوف الكلام ده. فتخيل بقى ان انا مثلا ادخل بقى في عمل فني كبير في عادي الحاجات دي. يعني ده حرام يا جماعه، ده حرام، حتى لو تمثيل ده حرام. خدوها مني بقى وحطوها في اي حته عادي، انا بشوف ان ده حرام. انا مش رزقي في ده، ما انا باخد رزقي يا عم من حاجات تانية. فلو همثل وهيبقى ده مش عايزه الصراحه. اللي قدامه فرصه اعلان فيلم اي حاجه يكلمني، عشان انا بجد نفسي اجرب. انا نفسي اكون يعني الشخص الكرييتيف اللي قايل فكره الاعلان، الشخص اللي قاعد ورا الكاميرا ده بيقول الافيهين اللي يتحطوا ازاي ويتحطوا فين، فكره الاعلان نفسه. عشان كده انا بحب اشوف اعلانات جديده افكارها حلوه قوي، ببسط. في مخرجين شاطرين قوي 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 موجودين دلوقتي، بيعملوا افيهات جامده جدا جدا جدا. وعندي افكار لبراندات كبيره وبراندات معروفه، وكل الحاجات دي انا كاتبها ومجهزها ان شاء الله. لو جات لي فرصه ادعوا لي ان ربنا يكرمني ويوفقني. ده حلم من احلامي الصراحه، اني اكون كرييتيف دايركتور، ونفسي اوصل لده. لو حد يعرف يساعدني برضه يقول لي. نفسي في ايه في الحياه بشكل عام؟ نفسي ان انا استقر في بيت ومعايا مراتي وعربيتي الغاليه الجامده وابني اللي في مدرسه انجلش. انا اصلا هفكر ان انا ادخل ابني ازهر، وفي ازهر لغات عادي مفيش مشكله. ونكون مستقرين يعني، اللي هو بروح الشغل برجع من الشغل معايا مساحه ان انا اخد ولادي واسافر اوديهم يتفسحوا، عشان احنا بابا من كتر الضغط بتاع الشغل ما بيسافرناش. انا بابا عمره ما طلعني مصيف. يعني انا كنت زمان وانا صغير بحس بمفارقه شديده بيني وبين صحابي لما يقولوا اهاليهم مطلعينهم مصيف. ده بالعكس، ده كان في عيال بتطلع مصيف مرتين، واحد مع اهله واحد مع اصحابه. انا بقى مفيش.
ده غير ان يعني ظروف الشغل عند بابا كانت صعبه، ما تخليهوش يودينا اي حته. فحتى لما كنت بخرج يا اما بنخرج انا وماما وقرايب وخالاتي وكده، يا اما انا واصحابي بس. يعني انا تقريبا بابا ما خرجش معايا في حياتي مره، وخصوصا كمان ان هو مش معاه عربيه فما كانش برضه يعني بيخرج. انا اتمنى اكون النسخه الثانيه من بابا المعدله، يعني بعد الابديت. هو بابا وقف الابديت بقاله فتره ما بينزلش، بس اتمنى اكون النسخه الثانيه من بابا، لان بابا هو احسن راجل انا شفته في حياتي. انا بحب ابويا ده، انا من غيره ولا حاجه. نفسي اكون فعلا الصوره المصغره منه. هو انتوا ما تعرفوهوش بس انا فعلا نفس الصوت. في حاجات كده لما بتخض بعملها زيه. يا نهار ابيض. واخد منه برضو طبع التوتر والقلق، هو على طول متوتر وقلقان. والله انت محتاج تطقم، يعني نفسي اشوفك في اي حاجه غير الابيض والاسود. يعني ليه مثلا ما تجربش البيبي بلو على الكشمير؟ ايه السؤال ده؟ 3 5. انت بتقول ليه دلوقتي؟ باندا وفتان. انا بقى نفسي المتابعين عندي يبصوا للسوشيال ميديا بطريقه تانية خالص، يبصوا لها انها مجرد وقت في اليوم. مش السوشيال ميديا هي اليوم وانت عندك وقت تعمل فيه حاجه تانية. سيبك مني، انا اصل ده معظم شغلي عليه. لكن انت مش محتاج تبقى طول اليوم قاعد عمال تجيب في ريلز، مش محتاج تقعد. هو مش تارجت انت تقعد تبعتي لجوزك ريلز وتحاسبيه ان هو شافها ولا لا. انتوا مدين السوشيال ميديا حجم كبير جدا، مش بس انتوا، كل اللي حواليكوا. افلام والمسلسلات بقت بتدي السوشيال ميديا حجم اكبر من حقها. يعني اخر فتره شوف كم مسلسل اتعمل بس على التيك توك. يعني انت بقيتوا بتعملوا مسلسلات تتكلموا على التيك توك وعلى السوشيال ميديا واللايفات بس. انا شايف انها واخده اكبر من حجمها في حياتنا. انا موجود على السوشيال ميديا ونفسي الناس كلها تتفرج على الفيديوهات بتاعتي، بس مش نفسي ان هم يسيبوا شغلهم عشان يتفرجوا على فيديوهاتي. ده بالعقل. عمري هربت من الدرس؟ لا طبعا، انا طول عمري ملتزم. يا كتاب. بقول لك ايه، هشغلك الاغنيه اللي انت بتحبها. مين اكتر حد بتابعه على السوشيال ميديا؟ السؤال ده يعني ما بتسألوش كتير. انا مش هخص حد، مش هعرف اقول حد بالاسم لان انا تقريبا كلهم صحابي، فمش عايز حد يزعل مني. بس انا بتابع الكل، يعني بتفرج على كله، حتى اللي محتواه كمان ممكن يكون مختلف عن محتوايا، بس بتفرج على كله. ليه؟ يعني ايه المشكله؟ بس عايزك انت بقى ما تتفرجش غير عليا انا بس. طب يا جماعه، ده كان فيديو صغير خالص من اسئله المتابعين. هستنى الاسئله الجديده اللي انتوا هتبعتها لي في التعليقات، وكل ما تبعتوا اسئله ويجي عليها لايكات كتير انا هرد عليها في فيديو بعد كده، وتبقى دي سلسله كده زي ما قلت له ايه، هنعمل سلسله الرد على المتابعين او على اسئله المتابعين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وانا مستنيكم فيديوهات جايه جديده. اشوف تعليقاتكم عامله ازاي. خدوا بالكم من نفسكم.